تخيل معايا تدخل للحبس اليوم وتقول غدا ولا بعد غدا غادي نخرج. كتدوز سيمانه، شهر، وحتى عام، ومن بعد كتكتشف واحد الحاجه، ماشي هي الباب اللي تسد عليك، حتى العالم كامل نساك. هادشي وقع لثلاثه نتاع الرجال في اوروغواي. ثلاثه الرجال دوزو 12 عام في الحبس، ماشي حيت داروا جريمه عاديه، ولكن حيت كانوا معارضين النظام العسكري اللي كان حاكم البلاد. والاغرب واحد منهم غادي يخرج من داك الحبس من بعد 12 عام باش يولي رئيس البلاد. ولكن قبل ما نوصلوا لهاد النهايه خاصنا نرجعوا لعام 1973. في ذاك الوقت الاوروغواي كانت داخله في واحد الفتره سياسيه صعيبه بزاف. الجيش شد السلطه وبدا الاعتقال والقمع ضد المعارضين، ومن بين الناس اللي تشدوا كانوا ثلاثه رجال، ناطو وروسو وبيبي. ما كانوش عارفين شحال غادي يبقاو محبوسين، يمكن عام يمكن عامين، ولكن اللي ما كانوش عارفين هو ان الباب اللي تسد عليهم غادي يبقى مسدود لمده 12 عام. في الاول كانوا كينقلوهم من سجن لسجن، ما كعطوهمش الوقت باش يتعودوا على المكان. كل مره بلاصه جديده، زنزانه جديده، وحراس جداد، وقوانين جداد. والهدف كان واضح، يعزلوهم على العالم وحتى على بعضياتهم. حيت اسوأ حاجه تقدر ديرها الانسان ماشي انك تضربو، ولكن انك تخليه بوحدو مع افكاره. الايامات الاولى دازت ثقيله، ولكن من بعد بداو كيكتشفوا واحد المشكل كبير، ما عندهمش كيفاش يهضروا مع بعضياتهم، وما كاين لا تليفون لا ورقه لا كتاب، وحتى الزياره اللي يشوفوا فيها الاهالي نتاعهم ما كايناش، والكلام ممنوع. ولكن الانسان ملي كتحرم من كل شيء كيبدا يقلب على اي طريقه باش يبقى انسان. وهنا جاتهم الفكره، الحيط، الحيط بداو كنقروا عليه، نقرة جوج ثلاثة نقرات، وبطريقة منظمة بداو كيعطيو لكل عدد من النقرات معنى حروف بحال كيجروا واحد الابجدية سرية. ومن زنزانة لزنزانة بداو كيهضروا، ما كانوش محتاجين يشوفوا بعضياتهم، كان كيكفيهم يسمعوا 3 ضربات وكان الصوت كيقول انا مازال هنا. وهاد الجملة بوحدها كانت كتساوي العالم كامل. ولكن الحبس ما كانش غير بيبان وصافي، كان حرب على النفس. كيجي النهار اللي كتفيق فيه وما عرفش شنو هو التاريخ، كتولي الايامات بحال بعضها، الاثنين بحال الجمعة، والصباح بحال الليل، وكتبدا تسول راسك واش باقي شي واحد كيفكرني، واش غادي نخرج، واش الحياة برا مازالت كيف كانت. وهنا بدا واحد منهم، بيبي، كتأثر نفسيا بشكل كبير بسبب المعاناة تاعو في الزنزانة ديالو بوحدو. وصل لمرحلة بدا كيشوف ويسمع حوايج ما كاينينش. تخيل معايا واحد الانسان ما عندوش حتى مع من يهضر، وعقله هو الحاجة الوحيدة اللي بقات ليه، ومن بعد حتى عقله بدا كيحاربو. ولكن وسط الجحيم هذا وقعت واحد الحاجه غريبه. واحد الحارس احتاج مساعده في كتابه رسائل غراميه، والشخص اللي كان قادر يساعدوه كان روسو. من هنا تبدلت العلاقه شويه. روسو بدا كيقرب من واحد المسؤول في السجن، وفضل هاد العلاقه قدروا يحصلوا على بعض الحوايج اللي كانوا بالنسبه لهم بحال كنز، بحال راديو. تخيل 12 عام من ديال الصمت، مباراة كرة القدم، أصوات الناس، الملعب، الحماس، العالم الخارجي. بالنسبة لأي واحد الراديو غير راديو، ولكن بالنسبة لهم كان نافذة صغيرة على الحياة. ولكن كما كتعرفوا تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن. في واحد المرحلة تحطوا في ظروف أقسى من أي وقت فات، أماكن ضيقة مظلمة ورطبة بحال شي قبر. وهنا كتولي القصة ماشي غير سياسة، كتولي على سؤال واحد، شحال يقدر الإنسان يتحمل قبل من نهار. كانوا عايشين بلا حياة تقريبا، لا شمس، لا حرية، لا عائلة، لا مستقبل واضح، ومع ذلك كانوا باقيين كيتشبتوا بحاجة وحدة اللي هي الأمل. داز السنوات، العام الأول، الثاني والثالث وحتى الخامس، وهنا وصلوا للعام العاشر. وكل عام كيدوز كان كيطرح عليهم نفس السؤال، واش هذه هي الحياة ديالي دابا؟ ولكن العالم برا كان كيتبدل، النظام العسكري بدا كيضعف، والضغط الدولي والسياسي كيزيد، وبدا كيتقرب واحد اللحظه اللي ما كانوش عارفين واش غادي يعيشوها اصلا، هي الحريه. وفي سنة 1985 ميلادية، من بعد 12 عام، الباب اللي بقى مسدود عليهم سنين طويلة تحل. 3 رجال خرجوا من السجن، ولكن خرجوا العالم ما بقاوش عارفينه. الشوارع تبدلات، الناس تبدلوا، الحياة تبدلات، وحتى هما تبدلوا. 12 عام كافية باش تبدل الإنسان من الداخل، ولكن رغم كل شيء خرجوا أحياء واقفين وحاملين معهم قصة ما يمكنش ينساوها. والجزء اللي كيخلي هاد القصة أقوى هو شنو وقع من بعد. روسو ولا كاتب مشهور، وناطو دخل للحياة السياسية ووصل للمنصب.
والجزء اللي كيخلي هاد القصة أقوى هو شنو وقع من بعد. روسو ولا كاتب مشهور، وناتو دخل للحياة السياسية ووصل لمنصب وزير. اما بيبي نفس الشخص اللي وصل في السجن لمرحلة ما بقاش عارف واش الواقع حقيقي. من بعد سنوات وصل لأعلى منصب في بلادو. في 2010 ولا رئيس الأوروغواي. اي الراجل اللي حاول النظام يدفنو حي داخل السجن، خرج منه وصل لقصر الرئاسة. ولكن بالنسبة لي أقوى حاجة في هذه القصة ماشي أنه ولا رئيس، وماشي أنه عاش 12 عام في الحبس. أقوى حاجة هي داك الصوت الصغير اللي كان كيتسمع وسط الحيط. 3 ضربات، حيت في واحد العالم اللي كان لقاو طريقة باش يهضروا. في واحد الوقت اللي كان باغي يكسرهم تشبتوا ببعضياتهم. لقاو طريقة باش يهضروا. في واحد الوقت اللي كان باغي يكسرهم تشبتوا ببعضياتهم في واحد المكان اللي ما كانش فيه حتى الضوء. خلقوا الأمان ومن لا شيء. ومن هنا يمكن نفهموا واحد الحقيقة. يقدروا يحبسوك في زنزانة، يقدروا يحيدوا منك الحرية، ويقدروا يعزلوك على العالم. ولكن أصعب حاجة هي أنهم يحيدوا منك الرغبة باش تكمل. وهاد 3 ما خلاوهاش تموت. 12 عام دازت، ولكن بالنسبة ليهم كانت طويلة بزاف. وهاد 3 ما خلاوهاش تموت. 12 عام دازت، ولكن بالنسبة ليهم كانت ليلة طويلة. ليلة دامت 12 عام. اللي عجبتكم القصة خلي معاك لايك وسبسكرايب، ونشوفكم في لي كومونتير.